السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا ديما في أحسن حال. وجيتكم بهاد كما المعتاد هاد الرسمة اللي كنخصصها كيفاش كتشوفوا الطريقة اللي باش كنرسم بها بالألوان جد بسيطة، يعني بقلم الرصاص وحتى بالألوان اللي كذلك جد بسيطة كنخرج منها لوحة فنية رائعة كما كتتابعوا معي دابا. ذو ألوان يعني بالقلم الرصاص العادي، حتى ماشي حتى بالقلم الرصاص، حيت كاين فيه الأنواع ديال القلم الرصاص. كاين المختص يعني كيكونوا مختصين الرسم، هذا قلم الرصاص عادي يعني كتشري حتى بثمن بسيط وكنخرج منه هذا الرسمه. ديما كتبقى على الطريقه ديال الابداع، حاجه اللي كتخرجي من يديك الرسم، يعني ماشي بشرط يكون عندك الالوان باهظه الثمن، بالعكس يعني بحاجه الالوان بسيطه عاديه كنخرجوا منها لوحه فنيه رائعه. كيبقاو دوك الالوان يعني الباهظين شويه الثمن كيكونوا كيعطيو الكاليتي الرسمه، ولكن لا جينا خصصنا حتى الرسمه بالوان بسيطه راه حتى هي كذلك كما كنحطوها. حاجه وحده اللي غنوصيكم هي بالنسبه للشباب والشابات الصغار، يعني اللي كيهوي الفن الرسم، فيما كترسموا شي رسمه كنحطوها في ملف باش كيبقى عندنا هذاك الرسم كيبقى شاد في سميتو، ما يبهاتش. يعني لو خصصنا الرسمه وخصصنا على ملف راه كيتباع، كاين موجود هاد الملفات، اي رسمه حطيناها فيهم كنحطوها في داك الملف كيبقى عندنا، خصوصا واخا نكونوا اطفال صغار كيبقى عندنا الهوايه ديالنا اللي كنبغيوها من الصغر حتى الكبر. هذيك كيبقى ديما داك الرسم ديما كيبقى عندنا، كتبقى واحد الحاجه دازت عندنا في المرحله ديال الطفوله ديالنا حتى كان انسان تيشد تولي شاب تبارك الله كيشوف الطفوله كيفاش دوزها في الرسم، كيفاش كيتعلم الرسم، كتبقى البدايه من الاول حتى الاخر. كما جيتكم هذه ديما ملي كتديروا هذاك الملف راه ما كيبقاوش هذاك الرسم راه يعني ما كيبهاتش، يبقى شاد، حيت ماشي بحال داك الالوان الباهظين الثمن اللي ملي كترسم كيبقاو شادين. هادو شويه اللي كيكونوا هاد الاقلام وهاد كيبغي يبداو يبهاتوا، ولكن نصيحه حطوا في الرسم يعني ديما نحطوه في ملف لفارق شفاف اللي السلاف يعني كندير بحال السليفان بارد، هذاك اللي كتحط فيه الرسم، او بحال كيكون بلاستيك ابيض. كما كتشوفوا دابا راه كنخرجوا الرسمه ديالنا باش كيبقى داك الرسم اللي كيبقى عندنا، وصلت حيت كندير واحد الحاجه اللي يعني كنبغيوها، الهوايه ديالنا كتبقى ما شاء الله ديما كتبقى عندنا، واخا كنكونوا اطفال كنكونوا وصلنا لواحد السن، ولكن كنجيو نشوفوا ديما الحاجه اللي دوزناها وكتبقى عندنا من البدايه ديال الرسم حتى كيفاش بدينا الرسم، كيفاش وصلنا للمرحله ديال التطوير ديال الرسم، كيفاش غنوليو رسامين ماهرين. يعني هاد الهوايه راه الصراحه ما كاين اجمل منها.
صراحة كتدخل العالم ديالك ديال الرسم كتبدع فيه. يعني عارفة الأطفال كلهم باش دابا كيتخصصوا في الرسم، يعني كل واحد فاش متخصص، ولكن تتبقى الهواية ديالك والعالم ديالك. كما قلت لك انسان، انا كما كنجيكم ديما بحاجات بسيطه باش كنوريكم الطريقه كيفاش اي رسمه، اي حاجه ملي كترسمها بالالوان العاديه. يعني كنخصصوا لهم واحد الملف باش كيبقى لنا ديك الرسمه اللي كنرسموها راه كتبقى عندنا، يعني كتبقى كما هي وبالوانات بسيطه. راه كنخرجوا لوحه رائعه كما كتشوفوها. هي كنخرج هاد الفتاه يعني كما شناها، وطريقه راه تعودوا تشوفوا حتى الرسمه اللي تعودوا تشوفوا وتنقلوها كتشوفوها في الهاتف اللي كتكون عندكم الصوره، او من غير الهاتف كتكون عندكم صوره كتشوفوا الصوره وكترسموا كتبدعوا عليها. انا كما كتشوفوا راه انا دابا كنرسم على واحد الصوره كنشوفها وكنخرج عليها هاد الصوره. يعني حتى ياخذكم للعالم الفن والعالم الرسم. والصراحه يعني الانسان اللي ما كيرسمش يعني يحاول يتعلم يرسم. راه يعني ملي كتحطوا القلم في ايديكم راه كتبدعوا كل واحد. بالعكس حدا كتحطي القلم في يديك راه ما ملي تبداي يا مبتدئه يا الله باغا ترسمي يا فنان، راه كيبدا يدخل العالم ديالو. وهما كما شفتوا دابا الرسمه ديالنا كي جات كما كنقول راه يعني بالوان عاديه جد بسيطه، ماشي دوك الالوان الباهظه الثمن، راه الوان بسيطه خرج منها هاد اللوحه كما كتشوفوا معايا. هنا كنلون لها الشعر البني بقلم بني كما تشوفوا فيه. اما بالنسبه لك الالوان اللي كيكونوا باهظين تما كيكونوا عاطين الكاليتي في الالوان. هيا كما كتشوفوا الصوره، كما كتشوفوا الالوان جد بسيطه اللي في الصوره، يعني بالالوان جد متطوره، وهذه بالوان بسيطه كما كتشوفوا. يعني واخا بعيد عن الالوان، ولكن الصراحه علاش وضحنا الصوره كتلقى راه نفس الصوره هي مغيره في الالوان بالوان بسيطه. كنخرجوا منها هاد الالوان، كنخرجوا منها هاد الصوره كما كتشوفوا. هي هذه ها الصوره اللي بالوان جد متطوره، والثانيه اللي رسمت انا بجد الوان جد بسيطه، ولكن راه عطاتنا صوره رائعه وجميله. ان شاء الله ديروا هاد الرسمه باذن الله وتجربوها ودخلوا العالم ديالكم ديال الرسم وبدعوا في الفن اللي عندكم. يعني راه كل واحد سبحان الله راه مختص بالحاجه اللي كيبغي او بالالوان اللي كتبغي. يعني كيف كتشوفوا دابا الالوان ديالها جا بجد بسيطين، وبهذاك اللون اللي كيما الالوان كيما كتشوفوا. وان شاء الله نجيكم بحاجه تانية برسمه واحده اخرى بحاجه جديده ديما بالوان بسيطه يعني عاديه. الالوان كتخرج منها روحه رائعه وجد جميله. خليكم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى في صورة جديدة وبحاجة جميلة بإذن الله كما المعتاد مع عالم نجوى للطرز باليد وحتى في الرسم. يعني الحمد لله الإنسان اللي كيكون كيدير عنده الهوايات راه مزيان. وإن شاء الله حتى انتم ما شاء الله تبدعوا وتحطوا تخرجوا داك الهواية اللي عندكم تبدعوا بها. كما كنتي طفلة سيدة، يعني إنسان يخرج الحاجة اللي عنده داخليا ديال الهواية ديالو.
وإلى اللقاء إن شاء الله في رسمة جديدة وحاجة جديدة. نلقاكم في أمان الله في أحسن حال.